السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت، المنهج الحكومي لجريد 1 للصف الاول الابتدائي. النهارده ان شاء الله هنبدا عندي في يونت 6. يونت 6 عندي بعنوان Let's play music. Let's play music. هيا بنا نعزف الموسيقى. ولكن قبل ما ابدا الفيديو عايزه بس افكركم بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تتابعوني، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس تحت. ويلا بينا نروح عندي لليسن 1 في يونت 6. هنا عندي الفوكاب اللي في ليسن 1. هنتعرف على ايه؟ هنتعرف على الآلات اللي بنستخدمها عشان نعزف بيها الموسيقى. نمبر 1 هنا عندي ايه؟ هنا عندي درام. درام يعني ايه؟ درام يعني الطبلة، يبقى الطبلة اسمها درام. نمبر 2 هنا عندي الجيتار اللي هو ايه؟ هنا عندي اللي في الصورة اللي قدامي اللي هو الجيتار، يبقى هنا عندي درام، جيتار، فلوت المزمار اللي هو شكل الآلة اللي قدامي فوق دي اسمها فلوت. يبقى عندي درام، جيتار، فلوت. the next one هنا عندي تريانجل. هو هنا بيقولي ان دي آلة موسيقية على شكل مثلث، عشان كده سماها تريانجل. the next one بيانو اللي هو قدامي البيانو. repeat after me. drum guitar flute triangle piano. excellent. the next page هنا بقى عندي ايه؟ هنا بستخدم الكلمات اللي عندي فوق بحطها في sentence، بحطها في جملة. بيقول لي ايه؟ number 1 بيقول I can play the drum يعني انا استطيع ان اعزف على الطبلة. يبقى هنا I can يعني يستطيع، يبقى I can play the drum. لو انا عايزة اقول ان انا بعرف او انا استطيع العزف على الطبلة هقول I can play the drum. طب لو عايزة اقول التريانجل هقولها ازاي؟ I can play the triangle. the next one I can play the flute. يبقى هنا عندي الثابت معايا I can play معناها ايه؟ انا استطيع العزف، وبيجي بعديها اي آلة موسيقية انا بحبها. ممكن بعديها اقول الدرام، ممكن اقول التريانجل، ممكن اقول الفلوت، ممكن اقول البيانو، زي ما انت عايز. تمام؟ هنا عندي تحت هي بتقول ايه؟ I can play the guitar. صاحبتها هترد عليها وتقول لها I can play the piano. أنا كمان بقدر أعزف على البيانو. Let's play together يعني يلا بينا نعزف مع بعض. Let's play together. in the next page هنا بيقول لي I can play the بستخدمها ان انا اقول انا استطيع ان اعزف على، وبعديها هنا بحط اسم الآلة الموسيقية زي ما انا عايز. ممكن اقول بيانو، ممكن اقول درام، ممكن اقول جيتار. انما عشان اقول ان انا استطيع العزف على بقول I can play. هنا بتقول I can play the piano. أنا أستطيع العزف على البيانو. فهو هيرد ويقول لها إيه؟ Let's play together يعني هيا نعزف معا. Let's play together. in the next page هنا عندي بقى writing corner. الكلمات دي المفروض تتحفظ. مين هي؟ عندي الدرام، هحفظ إن الدرام يعني الطبلة. هنا عندي البيانو يبقى عندي درام بيانو. هنا عندي flute triangle. the last one عندي جيتار. يبقى الكلمات دي هنحفظها. تمام؟ the next page هنا عندي الاكتيفيتي بقى على lesson 1. number 1 بيقول لي match. هنا عندي بيانو، درام، triangle. number 1 where is the piano? number 1 or 2 or 3 excellent. يبقى هوصل البيانو بنمبر 3. number 2 drum. where is the drum? number 1 excellent. number 1. number 3 triangle, the last one. okay. number 2 look and circle. الآلة اللي قدامي دي اسمها ايه؟ هل هي جيتار or بيانو؟ جيتار. excellent. يبقى هعمل circle على الجيتار.
نمبر 2 قلنا الآلة اللي قدامي دي اسمها ايه؟ drum or flute؟ flute. excellent flute. نمبر 3 الآلة دي هقول عليها play or point؟ play. play، لأن play معناها ان هو بيعزف على الآلة، يبقى هو هنا ما بيتكلمش على اسم الآلة، انما بيتكلم هو بيعمل ايه. نمبر 3 circle the correct word. نمبر 1 I can the piano. هقول I can play or eat the piano. can. ما هي can I can، أنا هختار play ولا هختار eat the piano؟ play. ينفع أقول I can eat the piano؟ هو البيانو بيتاكل؟ no. يبقى هقول I can play the piano. نمبر 2 let's play book or music. music. excellent. let's play music يعني هيا نعزف الموسيقى. نمبر 4 look and tick right. نمبر 1 هنا هقول ايه؟ I can play the triangle or I can play the guitar. اللي قدامي ده اسمه ايه؟ guitar. يبقى هختار السنتنس الجملة اللي فيها كلمة guitar. يبقى دي عامل عليها علامة right. نمبر 2 I can play the piano I can play the triangle. which one? number 1 or number 2? number 1. excellent. I can play the piano. number 3 I can play the drum or I can play the flute. اللي قدامي دي اسمها ايه؟ drum. drum، يبقى هنا عندي number 1. number 4 I can play the piano or I can play the flute. هنا عندي دي مين؟ البيانو or flute؟ flute. يبقى هنا عندي number 2. هنا عندي lesson 2 هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن الفونكس، وقبل كده قلنا يعني ايه الفونكس؟ الفونكس يعني صوت الحرف. النهارده بقى هنتكلم عن مين؟ هنتكلم على حرف الدي. الدي صوتها د، الدي صوتها d. excellent. هنا بقول ايه؟ دينا دينا drum drum. لاحظوا الفيرست letter يعني اول حرف drum. dog. دينا repeat after me. دينا دينا drum drum dog. dog. دول سهلين ما فيهمش اي مشكلة. هنا عندي الجي. الجي بنطقها ج. نو. الجي بنطقها ج. الجي بنطقها ج. الجي بنطقها ج. ج. جميلة جميلة. green guitar. again repeat after me. جميلة جميلة green green guitar. guitar. excellent. هنا عندي في النكست بيج هنا عندي الجزء بتاع الرايتنج بتاع الكتابة. هنا جايب لك الدي كابيتال والدي سمول، طبعا كلكم هتكتبوها مفيش اي مشكلة. وهنا جايب لك دينا درام دوج. بعد كده في حرف الجي جايب لي جميلة جيتار جرين. دول سهلين برضو مفهومش اي مشكلة، مجرد بس هتمشوا على النقط. طيب هنا عندي الرايتنج كورنر برضو جايب لي الدي كابيتال والدي سمول والجي كابيتال والجي سمول. هتعملوا بس تريسنج على النقط، هتمشوا على النقط. ده نيكست بيج هنا عندي درام دوج. هتمشوا برضو على الدوت. هنا عندي جرين جيتار. نيجي بقى هنا عندي الاكتيفيتي في lesson 2. number 1 listen and circle. listen and circle. number 1 where is the drum? 1 2 3. 1. excellent. 1. guitar. 1 2 3. 2. excellent. 2. green. 1 2 3. 3. excellent. number 3. number 2 هنا بيقول لي look and circle. number 1 drum or dog? dog. dog. excellent. number 2 guitar or flute? guitar. guitar. excellent. number 3 red or green? green. green. excellent. number 3 هنا بيقول لي trace. هنا بمشي بس على النقط. هنا عندي الدي كابيتال والدي سمول والجي كابيتال والجي سمول. خدوا بالكم بس من حاجة، الطريقة دي هتحسن خطكم جدا. هنا الدي كابيتال بتطلعوا فوق التو لاينز، تمام؟
لكن الدي سمول بتعملوها كده جوه التو لاينز. وكان في فيديو حلو قوي عملته عن طريقه تحسين الخط، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس للفيديو ده. تمام. هنا برضو الجي كابيتال بعملها من فوق كده التو لاينز، انما الجي سمول بعملها بتوين التو لاينز. على فكره الطريقه دي لو اتبعتوها بجد خطكم هيتحسن جدا. The next page. هنا عندي number 4 circle and write. number 1 هنا عندي كلمة ايه؟ جيتار. ناقصها ايه؟ جي اسمها جي. يبقى هنا هعمل سيركل على الجي وانزل اكتبها تحت. number 2 هنا عندي كلمة dog. where is the letter؟ number D. ولا هو اسمه دي letter D؟ letter D. تمام. number 3 read the word green. which letter؟ the name of the letter اسمه ايه؟ جي. يبقى هنا هعمل سيركل على الجي وانزل اكتبها تحت. تمام. هنا عندي number 5 دي سهلة، بيقولي match. هنا عندي الجي كابيتال والاتش كابيتال والدي كابيتال. هنا عندي الجي كابيتال which the small؟ number 2. H capital where is the small؟ number 1. number D تحتيه على طول. the last one. excellent. هنا عندي number 6 بقى بيقولي ايه؟ color the pictures that begin with the sound D in blue and G in green. هعمل ايه؟ هنا هبص على الآلات اللي قدامي اللي هلاقيها عندي بتبدأ بحرف الدي هلونها باللون البلو، واللي هتبدأ عندي بحرف الجي هلونها باللون الجرين. تمام. دي ما فيهاش اي مشكلة، مجرد بس اللي انتوا هتلونوها كده وانتوا قاعدين بتتسلوا. يبقى كده حبايبي احنا خلصنا lesson 1 و lesson 2 في يونت 6 منهج كونكت، المنهج الحكومي لجريد 1 الصف الاول الابتدائي. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم.